انت ستعود لتدريب النادي الاهلي. اولا التصريح ده حصل ولا ما حصلش؟ لا ما حصلش خالص برضه زي ما قلنا من شويه. لا من جوايا اكيد كنت عندي. حاسس ان انت ربما تعود لتدريب طبعا. حتى في وجود مارتن يول. طبعا كان ساعات بيبقى عندي الاحساس ان ممكن جالك منين؟ انا الاحساس ده موجود على طول يا كابتن. احساسك موجود على طول، بس صدقني صدقني يعني الاحساس كان موجود على طول، بيتك. لكن لازم يبقى فيه منطقيه زي ما انت بتقول، بواقع خبرتنا. أيوة. وكده خلاص. والدليل على كده ان انا كنت لما ببقى موجود في اي استوديو تحليلي كنت بساند مارتن يول. يعني في الاوقات في البدايه كانت الامور مستقره جدا، النتائج كانت مستقره، كنت بايد وبدعم مارتن يول جدا في حته ان هو لما جه النادي الاهلي ما غيرش كتير في هيكل النادي الاهلي، استخدم اللعيبه اللي كانت بتلعب قبل كده، النتائج كان فيها استقرار قبل كده، وكان في تدعيم مني كامل لمارتن يول. يعني كان في تدعيم منك ده اكيد، لكن خلينا نقول ان انت رفضت اكتر من عرض جالك في هذا التوقيت، جالك اكثر من نادي عشان تدربه، وانت اعتذرت من عند ربنا. أنا سبحان الله. يعني اكيد انت فاهم طبعا. انا فاهم أكيد. بس كمان ممكن من جواك عندك احساس يعني سبحان الله ان الليله دي مش ماشيه وان انت راجع الاقدار. لكن بالفعل جالي اكثر من عرض وعروض كلها محترمه من انديه محترمه اكيد طبعا. يمكن في بعض الاحيان كان في وجهه نظر ليا لتحليل الهياكل اللي كانت موجوده برضو، لان يا كابتن مدحت انت اكيد برضو بتحسب حساباتك كمدير فني، بتبقى عاوز تروح تنجح، عاوز تعمل اضافه، عاوز تحافظ على حاجه انت عملتها. يمكن انت بتقدمني في البدايه بتقول ان انا حصلت على بطولات كذا وكذا وكذا، فاكيد بيبقى ليك حساباتك الخاصه. عندك رصيد. بيبقى اكيد ليك حساباتك الخاصه ان انت عاوز تضيف لنفسك اما تروح اي مكان. نعم. وعلى المستوى المنطقي برضه، يعني انت مش هتروح فرقه صعب ان هي تحقق بطوله الدوري العام وتقول انا هاخد بطوله الدوري العام واخد افريقيا، لكن في مستوى معين بتبقى عاوز تحافظ عليه، تبقى مضيف، وانت عارف ان الناس بتفهم بشكل كويس جدا كجماهير وكمحللين وكده، بتقدر تقيم بشكل كويس جدا، فانت لازم يعني تبقى انت منطقي في تفكيرك. فكان في صعوبات في الحته دي، بس وفي نفس الوقت كان جوايا احساس بعودتي مره ثانيه للنادي الاهلي. هو بقى انا موافق على كل اللي انت قلته، بس خلينا نقول برضه باحساس صدقني يعني انت بتتفرج على النادي الاهلي، بتشوف نتائج بس في عروض ما كانتش على، خلينا نقول على المستوى. جالك عروض قويه، منها عرض قوي جدا لا يرفض من نادي امبي، ونادي امبي نادي كبير طبعا قيمه ماليه كبيره جدا وناس محترمه على تفاصيلها كلها. ناس. لكن انت احساسك، يعني خلينا نتكلم في الحته دي، هل عروض النادي الاهلي مع مارتن يول خلتك تشعر وترفض عروض وتشعر ان انت راجع؟ هل الاجابه نعم ام لا؟ بس هو يعني نادي امبي اتعرض عليا وكان مارتن يول مش موجود. قبليه. بالظبط. بس ايام مارتن يول اتعرض عليك تاني. اتعرض عليا انديه اخرى. وانديه اخرى. اتعرض عليا ارقام قويه. اتعرض عليا انديه اخرى ورفضت وانت قاعد في البيت. واتعرض عليا خارج مصر. وانت مدرب قاعد في البيت. يعني اتعرض عليا خارج مصر. في عرض جالي كله. رفضت في الوقت دوت. يعني سبحان الله كان كنت شايف ان عروض النادي الاهلي هترجعك مره ثانيه؟ بصراحه احساسي ارتباطي بالنادي الاهلي، وقلت ممكن ان في فرصه، وفي نفس الوقت هو طبعا قدر الهي، لان انا كنت واخد قرار يا كابتن مدحت، انت عارف بعد فتره عمل طويله جدا بتبقى في وقت عاوز تستريح. يعني بس كانت طولت شويه اللي فاتت. 6 شهور. كتير. 6 شهور بالنسبه لمدرب زيك كبير وموجود يعني 6 دايما. كنت بالظبط. يعني انت كنت عايز ترجع. مش عايز كلام، بس هي والله الاقدار الالهيه. طيب خلينا نعتبرها. هو طبعا الكابتن حسام من حقه ان هو يعطي بعض الدبلوماسيه للردود. لا زي ما كنا بنتكلم في الاوضه دلوقتي قلت لي خلاص انا هوافق على رايك، ريحتني. بالمنطق صح؟ بالمنطق. خلينا نمشيها معاك. طيب قبل ما اكلمك على الصفقات الجديده، عندنا تقرير اتفضل في راي الجماهير عن الصفقات الجديده بتاعه النادي الاهلي.